يعاني السكان من هذا المشكل الذي امتد لسنوات طويلة دون أي تدخل من السلطات البلدية. يبقى السكان دائما في أهبة الاستعداد لأي حادث قد يؤدي بأحد الأطفال خصوصا أو سقوط سيارة من السيارات، مما قد يسبب كارثة يستطيع جدار دعم الحيلولة دون وقوعها. المشكل هذا تاع هذا الجبل هذا كما شفت الأولاد وراهم يلعبوا هنايا، يعني رانا في مشكل كبير. عندنا هذا دوك رانا في سنين احنا نطالبوا بالجدار هذا هنايا، وعدونا كم من مرة باللي يجوا يشوفونا يدرسونا القضية هذه وكذا، ولحد الآن ما كان والو. من نهار اللي توسع وهو يطيح، ما خدموه ما مسوه، هاو كل يوم يريب، يجي المطر يريب، يجي الريح يريب، الرود مسدود. اتصلنا برئيس بلدية سيدي خالد لتسجيل رأيه حول هذا المطلب، واستقبلنا في بيته عوض مقر البلدية. ندير له في بطاقة تقنية باش نسجلوه في العمليات، باش ندير له ميور دو سوتيان، جدار دعم لكي باش يحافظ على السكان ثم وعلى الأطفال. وهذا إن شاء الله في بداية جانفي إن شاء الله. في انتظار تجسيد وعود البلدية يبقى الجميع مترقبا لهطول الأمطار، خاصة ونحن في فصل الشتاء، إضافة إلى الإجراءات الإدارية التي ستساهم بالتأكيد في إطالة هذا الخطر.